هاي. من قبل ما اتجوز او حتى اتخطب وانا بحضر افلام ومسلسلات، وزهقت وتعبت من جمل كده كانت بتتعبني نفسيا. ماما تتغير بعد الجواز، او لا مش هي دي اللي انا اتجوزتها. والجمل دي كانت بتيجي كده على دماغي واقعد اقول يعني ايه يتغيروا بعد الجواز؟ هو ايه اللي بيحصل بعد الجواز؟ ولا ليه اصلا بيتغيروا؟ ولا هل فعلا بيتغيروا ولا دي حالات فردية؟ ومن هنا دورت ونكشت كل ده قبل ما اتجوز. ليه؟ علشان عايزه اعرف انا داخله على ايه او عايزه ادخل على ايه. هل فعلا التغيير ده حاجه انا هقدر اقبلها، ولا دي حاجات فرديه، ولا دي حالات ممكن اتخطاها وما تحصلش في حياتي. ومن هنا قررت اعمل لكم سلسله اسمها هل تعلم. فاكرين بتاعت زمان دي؟ هل تعلم؟ هل تعلم في دراسة بتقول إن شخصيتنا بعد الجواز بتتغير في حدود كل سنتين بشكل ملحوظ. طبعا مش مرة واحدة بيحصل الكلام ده، لكن تدريجي لحد ما كل سنتين تبتدي تشوف حاجة واضحة في معالم في شخصيتك شوية اتغيرت للأحسن للأوحش على حسب الظروف اللي انت عشت فيها. فعلا دي حاجة مرعبة بس ده شيء طبيعي. أول سنة جواز بيبقى كل حاجة جديدة، حماس، ضحك، اكتشافات، حاجات حلوة، تجارب جديدة. بعدين تبدأ مرحلة الجد، مسؤوليات مع شغل وبيت ومصاريف ويمكن كمان عيال. وساعتها هتكتشف أو هتكتشفي إن كل حاجة بتتغير من غير ما تحسي. بتلاقي نفسك بقيتي شخصية تانية. يعني ممكن تصبري على حاجات ما كنتش زمان تقدري تصبري عليها. بقيتي يمكن تتقبلي أكتر حاجات، ويمكن كمان تسكتي في مواقف ما كنتيش زمان تقدري تسكتي عليها، وكده حمائية وممكن تاخدي موقف فيها. هو كمان ممكن يتغير، ويمكن كمان تشتكي تقولي بقى أقل رومانسية. بس عارفة ليه؟ لأنه ممكن يكون بقى أكتر مسؤولية. يمكن مبقاش يعبر زي الأول، بس ابتدى يثبت حبه بتصرفاته. وزي ما قلت لكم في الأول، التغيير ده شيء طبيعي جدا. احنا بنمر بمراحل زي زمان كده، كان في مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة. حتى في المرحلة واحنا كبار بنمر بحاجات كتيرة بتغير في شخصيتنا، وكل مرحلة بتطلع فينا نسخة جديدة. يعني النسخة اللي انت اتجوزتي بيها مش هي اللي معاه دلوقتي، والنسخة اللي هو حبها في الأول يمكن دلوقتي ما بقاش شايفها فيكي. بس عايزة اقول لكم دي حاجة مش وحشة خالص. الخطر في كل ده مش في التغيير، الخطر ان كل واحد يتغير ولوحده من غير ما يحاولوا يكبروا سوا. لان الجواز مش هدفه ان احنا نفضل زي ما احنا، لكن الجواز الحقيقي هو اننا نحب النسخ الجديدة من بعض. وعشان كده نرجع تاني من الاول. وانت بتختار وانت بتختاري، اختاروا المعدن الصح. المعدن اللي مهما الدنيا تشكل ولا تقلب فيه، المعدن الاساسي هو الثابت. مش وقت الانبهار بالشكل، بالماديات، بالوظيفة، أو حتى الكلام الحلو اللي بيبقى في البدايات ده. لأن كل ده مش هيكون ثابت. كل الحاجات دي بتتغير. وإيه اللي هيثبت معاكي أو معاه هو المعدن الحقيقي. شوفي الشخص اللي حتى لو التحديات غيرته، الأساس جواه يفضل ثابت. لأن اللي هيكمل معاكي أو معاه مش النسخة الأولانية اللي انتوا شفتوها في وقت الجواز، لأن الأصل اللي جواه واللي جواها هو اللي هيكمل. قولولي بقى، حسيتوا إن انتوا اتغيرتوا بعد الجواز؟ ولا لسه بتحاولوا تفهموا النسخ الجديدة اللي بقيتوا عليها؟ أنا فيفا.